القريب أولى ولا اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش؟ جواز القرايب أحيانا بيبقى كويس وأحيانا برضه بيبقى وحش زيه زي أي جوازة بالظبط. طيب ليه بقى احيانا بيبقى وحش؟ فكرة المشاكل في جواز القرايب بتتلخص في حاجتين: المشاكل اللي جوه البيت لما تطلع بره البيت، ده غير العشم. اعمل فولو لايك للبيج وتعالوا نكمل. جواز القرايب بيخلي نطاق المعارف والقريبين اللي بنحكي لهم ويحكوا لنا كتير، وطبعا ده بيدي احتمال اكبر ان اي مشكله بتبقى كل العيله عارفاها بمجرد بس انك عرفت شخص واحد. فالشخص بيقول لشخص، وماما بتقول لخالته، وخالته بتقول لخاله، وخاله بيقول لبابا، وبابا بيقول لعمته، وعمته تقول لجوز عمتي، وكل المفضلين بقى دول في دايره واحده وعارفين بعض وبيحكوا لبعض، وده لانهم قرايب، فكل واحد بيشجع فريقه او بيقول رأيه أو بيسخن يعني. ومن هنا لهنا المشكلة تكبر وأطرافها بقى تكتر. وطبعا كل عيلة في القرايب اللي بيشعللوا الدنيا وبيسخنوا أسرتين على بعض، ويطلع في الآخر الزوج والزوجة هما اللي فشلوا في حياتهم، وبدل ما كانت مشكلة صغيرة بين اتنين بقت مشكلة كبيرة جوه العيلة نفسها. وده بقى اللي يعتبر أكبر أزمة في جواز القرايب، إن العيلة كلها بتبقى عارفة التفاصيل. الأزمة التانية بقى في جواز القرايب هي العشم. جواز القرايب عشان بيبقوا عارفين بعض فكل واحد بيبقى العشم واخده، خصوصا الاهل، وفاكر ان الطرف التاني هيتنازل عن حياته عشان يرضيه. ما هم قرايب وحبايب بقى، بس وقت الحسابات الشخصيه او احلام كل عيله بتفاصيل جوازة عيالها بتظهر بقى الخلافات والعداوات، ولو في كمان شويه نفسنا بتولع الدنيا. والكلام ده بيحصل خصوصا لو كانوا في البدايه وسايبين الجوازه على عايم كده، مش محددين تفاصيلها ولا شروطها. على العكس تماما بقى جواز الاغراب ما فيهوش عشم، كل واحد حاسب حساباته وشرطها على التاني، يا تقبل يا ما تقبلش، واللي اوله شرط اخره نور. ثالث مشكله بقى وهي الخصوصيه. في جواز الاغراب كل واحد في حاله، جبنا ايه، اتجوزنا بكام، اتخانقنا ليه، كل واحد بقى محتفظ بخصوصياته لنفسه. اما بقى في جواز القرايب كله عايز يشوف ويعرف ويعاين ويقارن، وان كل العيله بتبقى عارفه عنك ادق التفاصيل. علشان كده في اغلب الاحيان جواز القرايب بيجيب المصايب. احكولي بقى في الكومنتات مشاكل شفتوها في جواز القرايب، وهل فعلا شايفينه بيجيب مصايب؟ انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.